زي ما انتم شايفين معايا علبة الجبنة دي فتحناها بالشكل المعتاد اللي كلنا متعودين عليه. الطريقة دي يا جماعة الجبنة بعد فترة بتنشف زي ما انتم شايفين، وكمان ريحتها بتتغير. تعالى اقول لكم على طريقة الجبنة بتاعتنا تفضل طرية وكمان ريحتها ما تغيرش ابدا. هنجيب اي علبة جبنة موجودة عندنا وهنقيس كده بالتقريب حوالي 3/4 العلبة، ونيجي كده عند الربع هننيم العلبة بالطريقة اللي انتوا شايفينها، ونبدأ نجيب سكينة، وياريت السكينة تبقى مشرشرة علشان نعرف نقطع كويس. هنقطع العلبة زي ما انتوا شايفين، حاول كده اعدلها علشان اتحكم فيها اكتر في الجزء الباقي. قطعت العلبة لجزئين، الجزء الكبير اللي انتوا شايفينه والجزء الصغير. الجبنة الموجودة في الجزء الصغير هنحطها في طبق ونستخدمها في الاكل على طول. هنحاول ننضف الجزء ده كويس من اي جبنة موجودة فيه، علشان الجزء ده هنستخدمه زي غطا هنقفل بيه العلبة. هنجيب الجزء اللي من فوق ونبدأ ندخله كده على طرف العلبة، نمسك بإيدينا كويس ونضغط الجزء اللي من تحت لجوه علشان يدخل في الجزء اللي من فوق، ونكبس الجزء اللي من فوق لتحت كده. خلاص كده العلبة اتقفلت كويس جدا يا جماعة. نضفها كويس بمناديل مطبخ. عاوزة اقول لكم لو فتحتوا علبة الجبنة بالطريقة دي ريحة الجبنة مش هتتغير خالص ولا هتنشف معاكم، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله محكمة الغلق، مفيش اي حاجة هتأثر فيها. اشوفكم ان شاء الله في افكار جديدة. يا ريت اللي لسه معايا لغاية دلوقتي منساش يعملي لايك وشير ويتابعني كمان على صفحتي.